والله يا جماعة في خبر نازل بيقول لك إن أيمن الكاشف اتوقف وتحول للتحقيق. أيمن الكاشف المعلق اللي هو علق مباراة الأهلي وبيراميدز أول امبارح، إن هو اتوقف وتحول للتحقيق بسبب كلمة إن هو قال دي مباراة القمة الحقيقي، وإن هو جه في الهدف بتاع قفشة وقال إيه قضية قفشة في الدقيقة 85 والكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده ملوش اساس من الواقع اساسا. ليه؟ عشان خاطر ايمن الكشف ما توقفش. وبعدين مش ده الكلام اللي يجي يتوقف عليه معلق، لانها هي حقيقه انت مش شايفها قدامك. وبعدين جماهير نادي الزمالك في الصفحات على السوشيال ميديا كلها مطلعين لي الخبر ده في نفس التوقيت، وكل ماشي في الزيطه. بس الكلام ده ملوش اي اساس من الواقع، وملوش اي اساس من الصحه، وانها اشتغاله طالعه عشان خاطر يبينوا لك ان مفيش حد يعرف يطلع بعد كده يتكلم على ان او يقلل من النادي الزمالك. طب ما بالعقل، بالعقل عندك مثلا احمد الطيب طلع قبل كده قال كلام كتير على النادي الاهلي، على النادي الاهلي، مش للنادي الاهلي، لا على النادي الاهلي، وعدت. وعندك برضو في لو هنجيب مثلا معلقين اتكلمت لنادي الزمالك، في كلام كتير طلع. هل المعلقين دولت اتوقفوا في ماتشات الاهلي بس؟ انت طبعا ليك الحق انك انت تتكلم، وليك الحق انك انت تقول اللي انت عايزه، بس مالكش الحق انك انت تطلع على ان المعلق ده اتوقف ومتحول للتحقيق. يعني مثلا من كتر الكلام اللي بيتقال، تخيل كده معايا في مباراة جاية للنادي الأهلي اللي جاي بيعلق ليه أيمن الكاشف، أنت ذات نفسك هيبقى شكلك إيه؟ ما تفهمش. هي المشكلة في جماهير نادي الزمالك، أو إعلام نادي الزمالك، أو في صفحات الزمالك على السوشيال ميديا، يحبوا يقولوا البوم طراخ، تحس ان هي خلاص بقى ايه سمعت. بس في الاخر بس في الاخر الكلام اصلا لما رحت بحثت وشفت ومش عارف ايه لقيت في صفحات كتيره بتتكلم فيها، بس في الاخر الكلام طلع ملوش اي علاقه اصلا، ملوش اي اساس من الصحه. ده الكلام اللي انا شفته. معرفش بقى، ممكن تكون مثلا بعد كده في خطوه ممكن تحصل مع ايمن الكاشف. بس اللي انا لاحظته ان الموضوع طالع بس من صفحات الزمالك في السوشيال ميديا، انما كقرار حقيقي لو جيت بحثت في مواقع كتير تبع الرياضه عندنا، مش هتلاقي مش هتلاقي ان هم اصلا مطلعين موضوع عن ايمن الكاشف ان هو موقوف. لا، انا شفت الكلام ده طالع من صفحات نادي الزمالك ان هو موقوف ومتحول للتحقيق. بس ده اللي انا شفته. بس السؤال هنا، هل لو فعلا ايمن الكاشف موقوف ومتحول للتحقيق، هل جمهور النادي الاهلي هيسكت في حين انك انت اتحاد الكوره مش مستحمل الفتره دي؟ ما هي دي الفكره. لو هتيجي تتكلم بالعقل، هو اصلا ما قالش كلمه. يعني ايمن الكاشف ما قالش حاجه اصلا غلط. ما هو فعلا مباراه القمه ما بين الاول والتاني، الاهلي وبيراميدز، تمام. فانا شايف ان هو ما قالش حاجه غلط. ده انا بتكلم بفكره الاول والتاني، النادي الاهلي كتاني دلوقتي وبيراميدز كمركز اول، لحد ما النادي الاهلي يلعب المؤجلات بتاعته. فهي فعلا مباراه اسمها مباراه القمه. هل بقى اتحاد الكوره ممكن يدخل نفسه في حاجات زي كده؟ انا شايفها صعبه.